بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مرحبا بكم أخواتي في مطبخ أم صهيب. أرحب بجميع الزوار جد، نقول لكم مليون ألف مرحبا. اليوم أختكم أم صهيب جابت لكم رولي البطاطا بالجلبانة في المول الأسطوري. هذا المول اللي ما كانش بيت جزائري ما عندوش، يجي من أروع ما يكون. هذا الرولي بطاطا بالحشوة تاع صدر الدجاج يجي من أروع ما يكون. تقدروا ديروه كادوزيام بلا، ترافقوه مع الشوربة أو مع الحريرة في هذا الشهر الكريم. ونقول لكم يعني صحة فطوركم حبيباتي الكريمات، يجي من اروع ما يكون، يعني يحمر لكم وجوهكم قدام العائله تاعكم وقدام ايضا ضيافكم. لاحظوا لهنا كيف جات هذيك الطبقه تاع الحشوه باينه وجات من اروع ما يكون. والبنه ما نحكي لكمش، دائما نقول لكم ونعاود لكم اذا شفتوا الفيديو يستاهل الجمال ما تنساوش اختكم ام صهيب جمل الفيديو، بارطاج مع احبابكم واصدقائكم. ويلا مع بعض المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه للجميع. حبيبتي الكريمات، في الكوكوط نتاعي راح ندير كميه تاع الزيت ما يعادل ربع مغارف تاع زيت. بعد ذلك راح ندير لنا ربع صدر دجاج فقط، يعني نحتاجه في هذه الوصفه غير ربع صدر دجاج. عندي لهنا بصله متوسط الحجم مع زوج سنات تاع ثوم. راح ندير كل شيء مع بعضه في المرحله هذه ونحطهم على النار يتقلاو. نمر الان للتوابل. واش راح ندير؟ عندي لهنا فلفل اسود راح نديرو مع ذاك البصل والدجاج، ونزيد ايضا لهنا الكزبر ما يعادل يعني ربع ملعقه صغيره، ربع ملعقه صغير من كل تابل. عندي لهنا كميه تاع الكمون وكميه تاع راس الحانوت. وايضا راح ندير الملح، ما نكثرش الملح، ندير غير ربع ملعقه فقط تاع ملح، ملعقه صغيره. هكذا نخلط كل شيء مع بعض ونحطهم على النار ونخلي هذاك صدر الدجاج يتقلى لي مليح حتى يتجمر لي ويتقلى مليح ويمتص هذوك التوابل وايضا البصل باش يجيني صدر الدجاج بنين. بعد ذلك راح نزيد له هنا كميه تاع الجلبانه. انا عندي هنا غير كميه يعني نصف كيس فقط صغير تاع 500 غرام. عندي نصف كيس فقط درته لهنا. نزيد نخلي هذيك الجلبانه تتقلى لي مليح مع صدر الدجاج. بعد ذلك راح نمرق لهنا. الماء لازم يكون الماء سخون حبيباتي الكريمات، ودائما نقليو الماكله تاعنا على نار هادئه. نمرق غير شويه فقط، قسم نغطي هذاك صدر الدجاج والجلبانه هكذا ونغلق عليها حتى يطيب لي صدر الدجاج وطيب وتجمر لي هذيك الجلبانه. من جهه اخرى عندي لهنا اخواتي البطاطا، يعني ربع حبات كبار تاع بطاطا قصيتهم هكا دوائر كما تشوفوا. درت لهم الملح وقليتهم وخليتهم على جهه. نرجع لهنا حبيباتي لصدر الدجاج تاعي بعد ما طاب لي. راح نفتتو غير بيدي فقط هكذا، يعني ما كان له ترحيوه، نفتتو هكا عشوائيا فقط باليد هكذا. كما قلت لكم عندي ربع صدر تاع الدجاج في هذه الوصفه هكذا. بعد ذلك واش راح نزيد لها لهنا؟ هذا لهنا بعد ما فتتو كامل راح نزيد لها البيض. انا عندي لهنا 3 بيضات يعني جاوني سوا. تقدروا ديروا اقل تقدروا ديروا اكثر على حسب صدر الدجاج اللي يكون متوفر عندكم. لهنا ما نزيدش التوابل، ما ندير حتى توابل لانه صدر تاع الدجاج تاعنا راهو متبل. راح نزيد لهنا 3 مغارف الى ربع مغارف تاع حليب. اذا كانت متوفره عندكم كريمه سائله ديروا فنجان تاع كريمه سائله، واذا كانت عندكم ايضا الياقوت طبيعي ديروا علبه. زدت لهنا اخواتي الجبن المبشور، ولكم الاختيار، تقدروا ديروا جبن المثلثات، تقدروا ديروا جبن البيدون، يعني الحشوه لكم الاختيار واش ديروا فيها. هذا هو الخليط نتاعي يكون كيما هكذا. جبت لهنا المول الاسطوري تاعي، درت له بابي كويسون، ولهنا راح ندهنه بلا مارغرين. لهنا ندهنه مليح مليح باش هذاك الرولي ما يلصقناش، باش نضمن انه ما يلصقش في هذاك البابي. بعد ذلك راح نفرشه بكميه تاع الجبن المبشور. الجبن المبشور اللي استعملته في هذه الوصفه هو نابولي. نفرش كامل هذيك الطبقه الاولى هكذا. بعد ذلك نجيب هذيك البطاطا اللي كنت قليتها ونستفها هكذا اخواتي حتى نغفوك هذاك الجبن، حتى نغطي الجبن كامل، يعني الطبقه تاع الجبن كامل تعود ما بتبانش هكذا. يعني هذه الوصفه رائعه جدا، بتجي بنينه وتجي ايضا راقيه. تحبوا تقدموها لضيافكم ايضا في شهر رمضان الكريم. نحيروا واش راح نديروا دوزيام بلا. هذه الوصفه تليق لهذا الشهر الكريم. بعد ما نكمل حبيباتي الطبقه الاولى تاع فرشت هذيك البطاطا، نزيد ندير هكا على الحواف ايضا طبقه تاع من البطاطا هكذا حتى نديرها ساير داير على المول تاعي. في هذا الوقت راني مشعله الفرن تاعي على 180 درجه من الاسفل فقط، ونخليه يسخن مليح. راني نخدم في هذا الرولي تاعي، وايضا راهو الفور تاعي راهو يسخن. نجيب هذاك الحشو تاعي لهنا ونفرغه في الوسط بهذه الطريقه، ونحاول اني نمشيه مليح في المول تاعي. تقدروا ديروا في هذا المول اسطوري، تقدروا ايضا ديروا في المول يكون مستطيل تاع الزجاج ايضا راهو يليق.
اما المول تاع الزجاج ما تفرشولوش بابي كويسو، يعني تدهنوه بالزبده فقط وتحطوا الشرائح تاع البطاطا، يعني ديروا جميع الخطوات كما هذا المول. نحاول اني نمشي مليح باش تجيني طبقه متساويه بهذا الشكل. بعد ذلك راح نزيد نغطي هذا الحشو، نغطيه بشرائح البطاطا. نزيد لهنا اخواتي البطاطا متبقيه، نزيد نغطي بها هذا صدر الدجاج الحشوه تاعي هكذا بهذا الشكل. كما قلت لكم لازم هذاك الحشو ما يبانش. نحاول اني نمشي مليح البطاطا. انا لهنا البطاطا تقريبا يعني كيلو الى كيلو حبه هكاك اللي استعملت. جبت لهنا حبه تاع بيض، درت لها زوج مغارف تاع حليب، نخلطهم مليح ونحطهم فوق هذيك البطاطا تاعي كطبقه اخيره هكذا، باش نضمن انه البطاطا تلصق لي مع ذيك الحشو ما تقلعليش لما نقلب الرولي تاعي هكذا بهذه الطريقه كما تشوفوا. بعد ذلك راح نزيد نرش عليها كميه تاع الجبن المبشور المتبقي. وكملت لهنا حبيباتي. لهنا راح ندخل المول تاعي للفرن طيب. انا دخلت الصينيه تاعي للفرن لما مده من 35 دقيقه الى 45 دقيقه حتى تشوفوا انه الحواف حماروا والاسفل ايضا طابلي. بعد ذلك راح نطفي من الاسفل ونشعل من الفوق. لهنا اخواتي راهو الرولي تاعي طاب، لهنا راهو حمار لي من الاسفل. الان راح نقلبو حبيباتي. لهنا راهو سخون يعني نحيته من الفرن بعد اقلبته. نحي هذه الصينيه وايضا نحي هذاك بابي كويسون راهو ما يلصقش يعني ما تخافوش منه. لاحظوا ما يلصق ما والو. وها الرولي تاعي راهو طابلي جا من اروع ما يكون. تقدروا تحمروه اكثر من هكا ولكن انا بغيته هكذا باش ما يجينيش ناشف من الداخل. بعد ذلك راح نقصو يعني مرصور كما بغيتو. تحبوا تقصوه مثلثات، تحبوا تقصوه مستطيلات كما قصيتو انايا بهذا الشكل. راهو يتقص بكل سهوله وما تخافوش ايضا منه، راهو ما يتفتت ما والو، ما يخرج هذاك الحشو هكذا. الان حبيباتي الكريمات نجيب صحن التقديم. راح نسقي فيه هذيك الجلبانه بعد ما كما قلت لكم اختارت لي طابت واختارت. وراح نحط هذوك المرصوات تاع رولي الدجاج، رولي البطاطا عفوا، في الوسط. ولكم الاختيار، تقدروا ديروا جلبانه، تقدروا ديروا حمص ترافقوه مع هذا الرولي، تقدروا ديروا ايضا الزيتون، لكم الاختيار. نحطوا بهذا الشكل كتزيين اخير. راح نزينو غير بشويه تاع دبشه وشويه تاع ليمون من الفوق ويكون الطبق نتاعي جاهز. نتمنى حبيباتي الكريمات الوصفه تاعي تاع نهار اليوم عجبتكم، واذا عجبتكم ما تنساوش اختكم ام صايو شامل الفيديو بارطاج مع احبابكم واصدقائكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفه جديده. اذا شفتوا الفيديو يستاهل الجمع ما تنسونيش بجمع حبيباتي الكريمات. وهذه الوصفه تاعي في شكلها النهائي جات من اروع ما يكون. جاء يعني وصفه اقتصاديه سهله غير بربع صدر تاع دجاج، ولكن النتيجه من اروع ما يكون. نقول لكم مع السلامه في امان الله تعالى. الى اللقاء في فيديو قادم.